جورج ريفاس شخص محكوم مؤبد بسبب عدة تهم هو عملها، منها السرقة والسطو والخطف واستخدام سلاح فتاك. جورج كان قاعد صافن بينه وبين حاله، قال لك أنا محكوم مؤبد وما في إشي أخسره، ليه ما أفل من السجن؟ وفعلا جورج هو العقل المدبر للعملية اللي راح نحكي فيها بالفيديوهات. بلش جورج يراقب السجن ويشوف وين نقاط الضعف الموجودة اللي بقدر أنا أستغلها وأهرب عن طريقها، خصوصا أنه سجن كونلي من السجون شديدة الحراسة نوعا ما. باحة السجن تحتوي على أشياك ارتفاعها 5 متر. قبال الشيك مباشرة بتلاقي برج حراسة عليه حارس مسلح وجاهز لأي أمر. عداك عن الدورية المتنقلة اللي فيها 4 مسلحين غير السايق بتظل تلف حوالين السجن. إما بالنسبة لجورج فجورج بلش يشكل مجموعة عشان يساعدوه بالهروب من السجن، واول واحد اتعرف عليه جورج هو جوزيف، يعني صاروا جورج وجوزيف منورين. جورج طبعا محكوم 50 سنة لعدة تهم برضه. وفعلا قعد جورج مع جوزيف وقال له انا عندي خطة للهروب من هذا السجن، شو رايك؟ جوزيف قال له لا شكرا، انا ما بدي اهرب من السجن. قال له يا زلمه فكر فيها. قال له فكرت، ما بدي اهرب. ولكن جورج ظل ينق فوق راسه لحد ما اقنعه بالهروب. ولكن جوزيف كانت عنده اسئله كثيره، منها انه شو الطريقة اللي راح نهرب فيها؟ اكيد راح نحفر نفق. قال له لا. قال له معناته بدنا ننط من فوق الشيك. قال له كمان لا. قال له لا كيف مالك؟ جورج كان شايف انه عدد السجناء اكثر من عدد المساجين، وعلى هذا الاساس بنقدر نسيطر على السجن بطريقة او ما. وعشان نسيطر على السجن راح نبلش من غرفة الصيانة. غرفة الصيانة اللي موجودة أصلا قريبة من مكتب الحرس، ومكتب الحرس اللي مسؤول عن البرج اللي بيفتح الباب. وصلت؟ أوكي. وفعلا بلش جورج يجند أشخاص، والأشخاص هذول كان ينقيهم تنقاية، أقوياء مش فارقة معهم وما بخافوش، ولازم يكونوا محكومين مؤبد عشان ما في إشي نخسره. والحلو بالموضوع إنه هذول الناس بسرعة اقتنعوا. معلم بدنا أوكي موافقين. طب خلينا نكمل. لا خلاص موافقين. ولكن جورج كان في عنده شرط، كلامي هو اللي راح يمشي، واللي بيطلع عن طوري بتخرب الخطة ومنروح كلنا في حوض نعنع. المرحلة الأولى من الخطة قالهم جورج لازم نستولي على ورشة الصيانة، بعدين بننقسم لقسمين، قسم بيستولي على البرج وقسم بيستولي على مكتب الحرس. وبعد ما نستولي على البرج بنفتح الباب، بنركب السيارة تبعت الصيانة ومنغادر السجن بكل أمان. شو هالسهولة هاي؟ لا هي مش سهلة. تبع معي بالفيديو وراح تبلش تبين معك الأمور أول بأول. بعد أسبوعين على التخطيط لعملية الهروب، قال لك وقت الغداء تبع المساجين الشرطة كلهم بروحوا يتغدوا على الدور وبرجعوا واحد واحد، فكل ما يرجع واحد راح نخطفه ونرميه بغرفة الكهرباء، وعلى هذا الأساس لحد ما يخلصوا كلهم نستولي على ورشة الصيانة. وفعلا حددوا أماكن وخبوا فيها أغراضهم اللي راح يستخدموها في الهروب، وظلوا طول الأسبوع وهم بيتدربوا على كيف يخطفوا العساكر، لحد ما إجا آخر يوم اللي هو قبل عملية الهروب بليلة. حرفيا كان كل واحد بزنزانته الادرينالين عنده مليون، بينام بصحى بفكر بقوم بقعد شو راح يصير بكرة، راح نفل ولا راح ننمسك؟ هذا اللي راح نعرفه أثناء القصة هاي. ثاني يوم وتحديدا 13 ديسمبر عام 2000 صحيوا من النوم وقالوا يلا إنه يوم الحرية. وفعلا دخلوا ورشة الصيانة وبلشوا يشتغلوا ولا كأنه في إشي، كله طبيعي. وظلوا يستنوا لحد ما صارت الساعة 12 وقت الغداء. بلشوا الشرطة يحركوا المساجين للغداء، ولسوء الحظ اللي كان موجود شرطي واحد بس. اتحركوا المساجين، ولكن السبعة هذول قبل ما يتحركوا نادوا على الشرطي وقالوا له في مشكلة معلم، تيجي تحل لنا إياها؟ فقال لهم أوكي شوفي عندكم هون. وأول ما الشرطي راح يشوف المشكلة إجا جورج من وراه وخلعوا بوكس جابوا في حوض نعنع. ولكن الشرطي كان قوي لدرجة انه الثلاثة اللي كانوا بيضربوا فيه ما كانوا قادرين عليه، فاجوا السبعة وبلشوا في ضرب، وحرفيا السبعة ما قدروا على هذا الشرطي لحد ما اجا واحد منهم مطنوخ جلدوا في عصاي جابوا في حوض نعنع برضه. وفعلا ربطوا الحارس ورموه في غرفة الكهرباء وبلشوا يستنوا بحدا جديد يدخل عليهم. وما هي إلا فترة قصيرة اجوا 2 شرطة مش واحد نفس الاشي، قالوا لهم في عنا مشكلة بدنا نحلها. لما اجوا يحلوها هاجموا عليهم السبعة، ربطوهم وبرضو رموهم في غرفة الكهرباء. واستمروا على هاي الحالة، كل ما يجي واحد يربطوه ويرموه بغرفة الكهرباء لحد ما قدروا يسيطروا على 11 حارس بورشة الصيانة. وأخذوا ملابس الشرطة على أساس إنهم يفلوا فيها، والساعة 1 بالضبط كانوا مسيطرين على كل العساكر وبيفكروا بالمرحلة اللي بعديها. جمعوا أغراضهم وقالوا يلا نطلع، ولكن واحد منهم قال لهم لحظة
غرفة الكهرباء فيها جهاز انذار، افرض واحد منهم فك حاله وفك البقية وقرر يهرب او يرن جرس الانذار. قالوا له صح انت مطنوخ، خليك قاعد عندهم. قالوا كيف؟ قال له خلك قاعد عندهم لبين ما احنا نطلع برا، اذا حدا صحي ناديلنا. وفعلا اللي كانوا خايفين منه صار. واحد من الحراس قدر يفك حاله وبلش يفك بالناس اللي حواليه، فهذا الشخص لمحه من الشباك وبلش ينادي الحقوا في واحد فك حاله، واحد رجعوا السجناء وكان الحارس فك حاله وقاعد بفك بالبقية. وهون بلشوا السجناء يسكروا في الباب والمساجين يحاولوا يفتحوه لحد ما قام واحد منهم ورن جهاز الانذار. مباشرة اجى اتصال من موظف ورشة الصيانة. هون السجناء لانهم حافظين الموضوع قالوا لحظة لا ترد على التلفون، اذا ظل يرن راح يصنفوه على انه انذار وهمي وما يصير اي اشي. وفعلا اللي خططوا له زبط ورجعوا سيطروا على الورشة من اول وجديد. هون جورج بلش خطته، مسك التلفون واتصل على برج المراقبة اللي برا، قال لهم راح ابعث فريق صيانة مع مجموعة من السجناء عشان يصلحوا الكاميرات المتواجدة في البرج. بلش الفريق المختص بالاستيلاء على البرج بتغيير ملابسهم، وبلشوا يشيلوا معهم معدات على اساس انه احنا حرفيا فريق صيانة وكل شيء طبيعي. ركبوا السيارة اللي بتلف جوا السجن وانطلقوا الى البرج على اساس يصلحوه. اما بالنسبة لجورج فجورج دخل على المسؤول في غرفة الحرس اللي هو تبع المرحلة الثانية، وبلش جورج يحكي معه بكل ثقة لدرجة انه قال له توكل دونات هاي مش مبادرة، يعني هاي انا عاملها. اما بالنسبة للبقية فدخلوا ولا كأنه في اشي عادي، معهم شناتيهم وجايين نعمل لكم صيانة. فجأة جورج قال للحرس ممكن اطلع على البرج اشيك عليه؟ فالشرطي صفن فيه وقال له اوكي ولا يهمك اطلع، البرج برجك يا غالي. وفعلا راح جورج عند السياج وبلش ينادي على الحارس زي ما بيعمل الشرطة. فثلاث مرات ناداه وقال له افتح البوابة، بقول لك افتح البوابة، انت سامعني؟ افتح البوابة. وفعلا الحارس فتح البوابة ودخل جورج لعند البرج. هسا بيجي دور اللي بورشة الصيانة يتصلوا على البرج ويحكوا له بدنا عامل الصيانة اللي موجود عندك يحكي معنا ضروري. ففعلا اللي بالبرج قال لهم لحظة هيو طالع لعندي على الدرج. وهذا الاتصال متفق عليه بين الثلاث أفرقة اللي بورشة الصيانة واللي بغرفة الحرس واللي بالبرج. كلمة سر لما نسمعها كلنا منبلش الاستيلاء على البرج ومكتب الحرس. وبعد كلمة السر جورج سحب المسدس ورفعه على الشرطي وقال له الآن بتعلمني كيف افتح الباب الرئيسي ولا بطير راسك. طبعا بنفس اللحظة اللي بمكتب الحرس كانوا مسيطرين على كل الشرطة اللي بالحرس، وكل هذا حرفيا صار بدقيقة. وفعلا الشرطي اللي على البرج انطى الرقم السري عشان يفتح الباب الرئيسي، فقام جورج ربطه وتركه وركبوا بالسيارة تبعت الصيانة واتجهوا لعند الباب. طبعا واحد من السجناء لبس عسكري على اساس انه انا قاعد بفتش بالسيارة، اذا حدا شافنا من بعيد الامر روتيني ولا في اشي صار. وفعلا اعطوا امر لجورج بفتح البوابة. فتح جورج البوابة ونزل من البرج وهو معه سلاح، ركبوا في السيارة وغادروا السجن حرفيا الى الحرية. وبعد ساعتين من هروبهم من السجن بصحى الحارس اللي على البرج ومباشرة بيمسك تلفونه، الو عمليات، في عملية هروب من السجن وما بعرف عدد المساجين اللي هربوا. وفعلا السجن قلب ميمعة، شالوا السجناء كلهم وحطوهم في مكان واحد وطلعوا يدوروا على اللي هربوا خارج السجن. وصل الخبر لمكافحة الجرائم وبلشوا برضو بدورهم يدوروا عليهم، ولكن كان في عندهم فكرة كثير عبقرية. عملوا تحقيق وبعد التحقيق اكتشفوا انه اللي هربوا 7 سجناء. اما بالنسبة للفكرة العبقرية فقال لك منجيب 7 محققين مخضرمين حرفيا، وكل واحد يمسك سجين يعرف شو بوكل شو بشرب شو برجه وين بروح وين بيجي مين اهله مين قرايبه، وعلى هذا الاساس راح نلقطهم واحد واحد. وفعلا انتشرت الشرطة بكل انحاء المدينة، طيارات هليكوبتر بين الاشجار بين الحارات وتفتيش للسيارات في الطرق. وما ننسى الاعلام والجرائد كله كان يكتب عنهم وينزلوا صورهم ومكافأة لمن يبلغ عن أي شخص فيهم. وبعد 12 يوم على هروب هذول السجناء الشرطة بلشت تمسك أدلة، واكتشفوا شغلة كثير خرافية. اكتشفوا إنه المساجين هذول مستأجرين غرفة وتم طردهم منها لأنهم مش قادرين يدفعوا أجار. أوف، كيف كشفوهم؟ من جورج الغبي. جورج كان قاعد بينه وبين حاله، قال لك طفران زهقان اسمع تيجي نعمل سطو على محل أسلحة.
قالوا له يلا. وفعلا راحوا على محل الأسلحة، عملوا سطو مسلح، سرقوا $70,000 وسرقوا عدة أسلحة. ولكن أثناء السرقة مرت بنت من باب المتجر، فشافت انه في حركة مريبة ومش مريحة ابدا، فراحت ركضت لعند سيارتها واتصلت بالشرطة وقالت لهم في حركة مريبة بمحل الأسلحة، الحقونا. الشرطة اللي إجاء اتصال حرفيا كان سهران هو ومرته وأولاده، ترك مرته وأولاده وانطلق لموقع الحادث. وأول ما وصل بلش اشتباك بينه وبين جورج. انصاب الشرطي بعدة طلقات في جسمه، ولكن جورج انطخ بس في بطنه. وبعديها قدروا انهم يهربوا من موقع الحادث ورجعوا للغرفة اللي كانوا مستأجرينها. وفجأة قلبوا على بعض، انت السبب، لا انت السبب. رفعوا اسلحتهم في وجه بعض لحد ما اجى واحد منهم بفهم وقال لهم احنا فلينا من الاعدام عشان نعدم بعض في الغرفة. اول شيء خلينا ناخذ اغراضنا ونهرب من هون، لانه الشرطة حرفيا راح تكبس علينا بعد 5 دقائق. بهاي اللحظة الشرطة كانوا متواجدين في مكان الحادث تبع محل الاسلحة، وبيحاولوا ينقذوا الشرطي اللي تصاوب. ولكن للأسف الشرطي مات وطلعت له جنازة كلها عساكر رتب، وكل الإعلام حكى عنها، لدرجة أنه كل الشرطة حقدوا على جورج والست سجناء اللي معه. بعد 45 يوم من هروبهم من السجن وصلت أخبار للشرطة أنه في مجموعة من الأشخاص قاعدين بدوروا على مكان يقعدوا فيه، وهذا المكان هي منطقة كلها كارفانات، بيجوا الناس بيستأجروا الكرفان وبقعدوا فيه. فلما اجوا هذول واستأجروا الكرفان، صاحب الكرفان اشتبه بواحد منهم انه هذا مع المساجين اللي انتشرت صورهم، وفعلا مسك تلفونه وبلغ الشرطة وقال لهم في مجموعة من الاشخاص هون، وواحد منهم الله العليم انه هو اللي فل من السجن. وفعلا مباشرة اجت فرقة التدخل السريع ووقفوا بعيد وبلشوا يراقبوا في الكرفان اللي فيه ال7 سجناء. اما بالنسبة لل7 سجناء فهم مش عارفين شو القصة، كانوا بفطروا وقاعدين وامورهم بالسليم، لانه صاحب الكرفان ما حسسهم انه هو شك فيهم، اعطاهم الامان، ولكن كان مخطط مع الشرطة من تحت لتحت. وظلت فرقة التدخل السريع واقفة فترة طويلة وهي بتراقب، لأنه خافوا أنهم يقتحموا المكان فيأذوا المدنيين الموجودين بالكرفانات اللي حواليهم. وفعلا اجت الفرقة وتقربت من الكرفان ومسكوا السماعة وسلم نفسك، المكان كله محاصر. هنا المجرمين بطلوا يعرفوا شو بدهم يسووا، لدرجة أنه واحد منهم قرر أنه يسلم حاله، وفعلا شلح أواعيه وطلع لعند الشرطة وقال لهم أنا مستسلم، قتلت زمان وما بدي اقتل هسه. واثناء ما كان بيتم القبض عليه سمعوا صوت اطلاق نار. الشرطه ما عرفوا الصوت هذا ليش، هل احد من السجناء طخ عشان يقدروا يفلوا؟ هذا اللي راح نعرفه لما نقتحم الكرفان. وفعلا اقتحموا الكرفان ليكتشفوا انه الشخص الثاني قام بقتل نفسه بواسطه المسدس اللي معه. اما بالنسبه لبقيه المساجين فهم كانوا طالعين يشتروا ومش متواجدين بالكرفان، ولكن مراقبين. على الطريق لقوا الشرطة فقرروا يغيروا الطريق ويفوتوا على الكازية على أساس أنه إحنا فايتين نعبي بنزين، ولكن على مين؟ على هامان فرعون. جلدوه، حصروه ونزلوا عليهم، وتم اعتقال جميع السجناء وتم الحكم عليهم بالإعدام. لهون بتكون خلصت قصتنا لهذا اليوم. لا تنسى تشارك الفيديو مع أكبر عدد ممكن، حط لي لايك وتعليق حلو زيك. نلتقي بفيديو قادم، أترككم في أمان الله، إلى ذلك الوقت، سلام عليكم.